السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وكلكم بألف خير. تعالوا بقى بينا النهاردة نعمل أحلى وأجمل طاجن مكرونة بالفراخ في الفرن أو النجريسكو بطريقة سهلة جدا جدا وتكلفتها بسيطة، وكمان طعمها بجد تحفة وهيبهركم. مش هنتكلم كتير وتعالوا بينا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. هنسمي بسم الله. ومعايا هنا دي ربع كيلو من صدور الفراخ. انا قطعتها مكعبات رقيقة كده وصغيرة. انتي قطعيها زي ما تحبي، شرايح مكعبات كبيرة زي ما تحبي. غسلتهم طبعا كويس وصفيتهم من المية، رديتهم كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وكمان حبة كده من الزعتر. مش عايزين نكتر توابل قوي وبهارات علشان طعم الوصفة بتاعتنا يبان كده ومتبقاش طعم البهارات مغطي يعني على الاكل. اديتهم تقليبه كده كويسه، وبعد كده في طاسه كده على النار، انا جبت طاسه كبيره شويه علشان هي نفس الطاسه اللي هعمل فيها البشاميل. ابتديت كده احط معلقه من السمنه، ولو عندك سمنه بلدي يبقى يا سلام، مش متوفر يبقى اي سمنه عندك موجوده يكون طعمها حلو. هبتدي احط كده شرايح الفراخ بتاعتي او الصدور بتاعت الفراخ، مش هحطهم فوق بعضيهم، ولازم استنى لما السمنه تسخن جامد قوي او الطاسه تكون سخنه قوي، علشان انا عايزه ادي للفراخ بتاعتي صدمه، ومش عايزاها تنزل ميتها علشان ما تنشفش معايا وتبقى مقدده كده وزي الكاوتش، انا عايزاها تبقى طريه كده وحلوه معايا. مش هقلبها خالص الا لما تاخد بس كده لون من الناحيه التانية، وبعد كده هقلبها. هي ما بتاخدش اي وقت خالص الوصفه كلها يا جماعه، من اولها لحد اخرها لحد ما بتطلعها من الفرن ما بتاخدش نص ساعه. خلاص كده يعني هتاخد معايا بس كده لون ذهبي خفيف جدا، وبعد كده هطلعها على طول. انا ما حطيتش الكميه كلها مره واحده علشان مش عايزه احطهم فوق بعضيهم، علشان مش عايزاها تنزل ميتها. كل حاجة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله الوصفة تخلص على طول، وكمان تقدري تعمليها في رمضان، يعني وصفة أساسية أو جانبية بصراحة تحفة جدا جدا. هحط بقى كده بقية الكمية. خلي بالكوا الربع كيلو مش قليل برضو، هيكفي يعني احنا 3 أفراد والحمد لله كفى وفاض كمان. لازم تكون النار عالية والطاسة تكون سخنة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. خلاص كده هطلعها، خدت معايا لون ذهبي كده خفيف وحلو. في نفس الطاسة بقى هبتدي دلوقتي ازود كده سمنة، احط معلقة كمان كده من السمنة، وبعد كده هحط 3 معالق كبار كده من الدقيق، وابتدي اقلب كده على طول لحد ما الدقيق طبعا ريحته تطلع. هنعمل بشاميل بس مش هنعمله زي يعني زي البشاميل العادي اللي احنا بنعمله المكرونة بالبشاميل، هتشوفوه معايا دلوقتي هيبقى ازاي. طبعا في الوقت دوت انا هديت النار شوية علشان الدقيق ما يتحرقش مني. انا اسفة انا مسرعة الفيديو، لكن مش عارفة ليه ماشي ببطء كده، البرنامج بتاع المونتاج بيهنج وبطيء جدا، مش عارفة بيعمل ليه كده. خلاص كده انا بقى معايا هنا نص لتر من الحليب، هبتدي احطه كده وايدي بتقلب على طول علشان الدقيق ما يكلكعش معايا. انا حطيت نص لتر من الحليب وحطيت كمان كوباية من المية. هبتدي بقى كده اقلب على طول، وابتدي بقى اظبط الملح بتاعها. طبعا ايدي تكون فيها علشان ما تكلكعش معانا، وكمان احنا عايزينها تكون خفيفة مش تقيلة. حطيت عليها بقى كده رشة خفيفة كده من الملح علشان انا هحط مكعب ماجي، وحطيت كمان رشة من الفلفل الاسود. مكعب الماجي ده اختياري، حابة تحطيه ماشي، هو بيدي طعم حلو قوي، لو مش حابة يبقى استكفي بالملح وبس. ظبطي بقى الملح بتاعك، هي مش هتاخد اكتر من الملح والفلفل الاسود. حابة تحطي مرق الدجاج مفيش مشاكل، مش حابة خلاص. هبتدي بقى كده ايدي فيها على نار متوسطة، مش هسيبها لحد ما اخد كده قوام يعني خفيف جدا، يعني انا مش هخليها تتقل خالص، يعني حاجة خفيفة جدا. هي كده خلاص معايا تمام. على طول كده هطفي النار علشان ما تتقلش اكتر من كده واشيلها، لان احنا هنحط فيها المكرونه نيه، وعايزين المكرونه تستوي جواها، يعني يا دوبك كده. آه مش عارفه اوصفها لكم ازاي، يعني انتوا زي شايفين القوام، يعني يا دوبك حاجه خفيفه جدا جدا.
انا بس بقلب فيها شويه كمان بعد ما نزلتها من على النار علشان السخونيه بتاعه الطاسه، عشان الدقيق ما يكلكعش معايا. خلاص كده هي تمام معايا، وظبطت كمان الملح بتاعها. هبتدي بقى دلوقتي اجيب الصينيه اللي هشتغل فيها. هحط كده في القعر كده في الاول شويه من البشاميل. شايفين البشاميل خفيف ازاي اهو، انا حابه اوريهولكم من هنا. بعد كده هحط المكرونه طبعا يعني شكل المكرونه اللي يعجبك، اي مكرونه موجوده عندك تقدري تحطيها. بعد كده هكمل بقى كده تاني من البشاميل، يعني هغطي المكرونه كده بالبشاميل. طبعا المكرونه النيه مش مسلوقه. انا بعد ما عملت الصينيه الصغيره ديت لقيت فايض معايا لسه تاني، وعملت طاجن كده فخار صغير. حطيت بقى كده الفراخ بتاعتي من على الوش. لقيت بقى فايض معايا شويه، هعمل بقى كمان طاجن كده الصغير اللي انتوا شايفينه ده. احط برضو شويه كده من البشاميل. شايفين سمك البشاميل خفيف جدا اهو. واحط كده كبشه من المكرونه. وبعد كده هحط الفراخ، وبعد كده هدخلها الفرن. هدخلها الفرن يكون درجة حرارة متوسطة. هحطها على الصاجة من تحت الأول، يعني 10 دقايق أو ربع ساعة على حسب نوع المكرونة اللي انت هتحطيها. أنا المكرونة بتاعتي دي سايبة مش أكياس، فخدت معايا حوالي ربع ساعة لحد ما استوت. لو انت عندك مكرونة نوعها أحسن شوية هتاخد معاكي بس هم 10 دقايق وهتلاقيها استوت. أنا بصراحة اختبرتها بال... بالخلة كده بتاعت السنان أو بالعصاية بتاعت الشيش طاووق. اما المكرونه تستوي معايا بطلعها كده وبرش عليها كده شويه محترمين من الجبنه الموتزاريلا. وبعد كده بدخلها على طول تحت الشوايه بس، يعني خلاص بطفي الفرن في المرحله ديت وبشغل بس الشوايه. احط كده عليها شويه موتزاريلا حلوين بيدونا مطه حلوه وطعم كمان ولون جميل قوي. هدخلها بقى الفرن تاني تحت الشوايه، مش هتكمل 3 دقايق او دقيقتين بالكتير قوي، وهتلاقي الجبنه ساحت وخدت اللون الرائع الجميل معاكي دوت. الوصفة سهلة جدا جدا، وطعمها والله العظيم بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا كده نشوف الجمال ده كده من قريب. طبعا دي بقى عايزة تتاكل ازاي، تخرج من الفرن تتحط على طول على السفرة او على الطبلية بقى كده ونتلم وناكلها على طول. دي مش عايزة تتركن يا جماعة، طعمها خطير جدا جدا جدا. مكرونة استوت والفراخ كمان مستوية وجميلة والريحة فظيعة. طريقة سهلة جدا ومخدتش معانا أي وقت خالص وتكلفتها بسيطة. يعني ممكن بكيس مكرونة بس تعملي صينيتين أو 3. يعني أنا الشوية اللي عملتهم دول ما يكملوش، شوية المكرونة دول ما يكملوش كمان ربع كيلو، وربع كيلو بانيه. طبعا الدقيق موجود عندنا في البيت والسمنة يعني. وغير كده كمان هي بتتباع في المحلات بالشيء الفلاني، يعني غالية جدا في المحلات، مع ان زي ما انتم شايفين سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها خفيفة ومش مكلفة قوي. طعمها وريحتها يجننوا. جربوها وان شاء الله مش تندموا، اللي ما عملهاش قبل كده يجربها بنفس الطريقة ديت هتعجبكم جدا وهتبهركم. وبألف هنا وشفا عليكم. ويا رب بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك علشان دايما يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.